سلام لي زامي. علاش كنكون دايره واحد الهدف معين او اكثر من هدف قدام عينيا وما كنوصلش ليه، حتى ولو كان بعد واحد الفتره معينه، ولا كنلقى راسي غاده في داك الخطوات اللي غادي يديو بيا لداك الهدف. كاين اكثر من سبب اللي يخليك ما توصلش لداك الهدف ديالك، حتى ولو كان بالنسبه لك شيء معقول، ماشي شي حاجه كبيره. شحال من واحد قدر يوصل لها في نفس المستوى ديالك الفكري والمشاعري وانت ما وصلتيش ليه. اول حاجه نبغي نتكلم عليها في هذا الموضوع هو لو مانك دو كلارتي، او عدم وضوح الهدف بالنسبه ليك انت. بعدا ناخذ مثال، هو انك بغيتي تخدم. اوكي، انت بغيتي تبدا هذه الخدمه، واش عارف اولا حاط اون ليست ديال لي زونتربريز اولا ديال الشركات اللي انت تبغي تخدم فيهم؟ واش داير اون استراتيجي ديال مثلا لا ليتر دو موتيفاسيون ديال هذه الشركه كيفاش غادي تكون؟ لو سي في واش مقاد مزيان؟ ديال الشركه الاخرى كيفاش غادي تكون؟ الطلبات ديال هذه الشركه وهذه الشركه كل وحده شنو باغيه؟ السوايع اللي ممكن اولا اللي انت مستعد انك تعطيهم لراسك باش تفهم اكثر داك الشركه اولا الخدمه اللي طالبه هذاك الشركه المعينه اللي انت بغيتي تخدم فيها. كاين بزاف ديال التفاصيل اللي انت بوحدك عارفها، اولا ممكن تكون عارفه واش حاط داكشي واش واضح بالنسبه لك. ثاني نقطة وهي أيضا مهمة وكتكمل النقطة الأولى، اللي هي عدم توفرك على المعلومة اللي غادي تأدي بك لذاك الهدف. في هذه الناحية غادي تشوف الأشخاص اللي وصلوا لذاك الهدف اللي انت بغيتيه، وغادي تشوف المعلومات اللي كان خصهم ضروري تكون عندهم باش يوصلوا ليه. ممكن تكون معلومه ماديه، ممكن تكون فكريه، tu auras besoin d'une formation او لا خصك دير واحد الدوره معينه، ممكن ان خص يكون عندك واحد المبلغ معين انك تدبر كيفاش تجمع الفلوس، ممكن يكون هو انك تغير واحد المعتقد معين، خصك تخدم على لي زيموسيون ديالك او على الجسد المشاعري. احنا ما عارفينش، انت فقط اللي غادي تعرف راسك شنو هي المعلومه اللي ناقصاك، غادي تقيدها وغادي تبدا تخدم عليها، ولكن هذا حتى يكون الهدف واضح عندك. ثالث نقطة اللي حتى هي مهمة واللي غادي نتكلم لك عليها هي لي ديستراكسيون اولا المشتتات. اي حاجة كتحيد التركيز ديالك على الهدف. حاليا حنا عندنا كلشي ماشي غادي نقول هادي ولا هادي ولا هادي، كلشي كيشتت الانتباه ديالنا وكيشتت التركيز ديالنا. دونك سي تري امبورطون انك تكون فوكس على داك لوبجيكتيف، ما يديوش لي ريزو سوسيو باغ اكزومبل الوقت ديالك، الاصدقاء ديالك، الخروج، القهاوي، لي ريستورون، السفرات، هذاك الشيء حتى يدوز واحد الوقت معين عاد تبدا تستمتع بهذا الشيء. ما كنقولكش انك تحيد كومبليتوم هذا الشيء، خصوصا لي ريزو سوسيو، وخصوصا كذلك الا كنتي كتقلب على واحد المعلومه معينه. راه الانترنت من اكثر الاشياء اللي كتعاوننا اننا نزيدوا لقدام الا بغينا، كل واحد وكيفاش كيستعملها. المهم اللي بغيت نقول هو اي حاجه اللي كتشتت الانتباه ديالك خصك ضروري انك تحيدها، دير واحد التوقيت معين في التليفون. ماتنو كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون اللي كتخليك تقاد الانتباه ديالك او تجمع التركيز ديالك وديروا تقريبا على الاقل واحد 80% في لوبجيكتيف ديالك. رابع نقطه اللي غادي نهضر لك عليها ايضا واللي هي مهمه هو لو مانك دو بلانيفيكاسيون. الدراري ولا البنات ضروري ومؤكد انكم تنظموا التوقيت ديالكم، ضروري انكم ديروا ان بلان داكسيون. اوكي دابا لوبجيكتيف الي كلير بور موا، اولا الهدف دابا عندي واضح، مركزه عليه، عرفت بعض المعلومات اللي غادي تادي بيا ليه. اوكي دابا كيفاش غادي ندير ان بلان داكسيون اولا واحد النظام ديال التوقيت ديالي، كيفاش غادي نوصل ليه، كيفاش غادي ندير داك الخطوات اللي عرفتهم عليه، كيفاش غادي ندير داك لا فورماسيون، كيفاش غادي نجمع داك الفلوس، شنو غادي ندير بالضبط. يفو اكرير، خاصنا ندير واحد لو بلان داكسيون اللي غادي نتبعوه، ماشي غادي نكتبوه وغادي نسدوا الكتاب، لا اللي غادي نتبع. خامس نقطة واللي ممكن ندخلوها في الجانب المشاعري هو عدم توفير المجموعة الداعمة لك. ما تيكونوش بعض الأشخاص اللي كيعاونوك. واحد الشخص اللي باغي يوصل لواحد الهدف معين، بعض الاشخاص، ما غاديش نقول كل شيء ولكن اكثر الاشخاص كيكونوا محتاجين لواحد المجموعه الداعمه. ماشي تنقول مجموعه داعمه يكونوا ان جروب، ولكن شخص، جوج، ثلاثه، ماشي مشكله، حنا نديروا غير شخص او لا جوج. هادوك الاشخاص تيكونوا داعمين لك، ديما تيقولوا لك برافو، هاد النقطه درتيها سي بيان، راك غادي دائما محتاج لواحد الدفعه من اشخاص اخرى او من شخص مهم بالنسبه لك. هاد الاشخاص حاول تدورهم بك الوقت اللي انت كتكون خدام على لوبجيكتيف ديالك، ماشي دير اكس على كل شيء، ماشي تضرب على كل شيء، لا حاول تكون مع الاشخاص اللي كيعاونوك، اللي كيرفعوك، اللي كيزيدوا بك القدام، اللي كيموتيفيوك، اللي كيقولوا لك انت واعر وانت تقدر وانت
والعكس صحيح، هو ان الاشخاص اللي كتقول لك ويلي واش فين غادي تمشي كاع، اشنو غادي دير كاع، لا اللي قبل منك اشنو داروا فين وصلوا، هذوك الاشخاص كامل غادي تكحلهم على جنب وتقول لهم، او غادي تقول في راسك داك الساعه انت اللي عارف بان هذا ماشي وقتكم. دابا انا خاصني شي حاجه اللي تموتيفيني، اشخاص اللي يعاونوني ماشي اللي يطيحوا بيا. سادس نقطه واللي هي لا بروكراستيناسيون اولا التسويف. نخلي داكشي ديال اليوم لغدا، غدا نقول بلاتي بعد غدا، ونبقى غادا بحال هكا وما نزيدش كاع لقدام. هاد التسويف تيكون الاكثر من سبب، وهو بوحدو موضوع اخر اللي غادي نتكلموا عليه باغ لا سويت. ولكن ان جينيرال التسويف او لا بروكراستيناسيون كتجي لنا ان واحد المشكل ايموشنيل مشاعري اللي جاي من الخوف. يعني ويلا درت بحال هكا وداكشي ما صدقش، ويلا درت بحال هكا وفشلت فيه، شنو غادي يقولوا عليا الناس، ويلا كاع درت هذا المجهود كامل والناس شافوني مشيت وجيت ومن بعد داكشي ما صدقش، اشنو غيبقى؟ اشنو غيوقع؟ اوكي اشنو بغى يوقع؟ الناس غادي يهضروا عليك شويه من بعد غادي ينساوك انت اصلا ماشي في الدماغ ديالهم. حتى الاشخاص اللي كيبقاو يهضروا عليك مده طويله سواء بالشر او لا بالمزيان، هذيك واحد الطاقه كيرسلوها لك انت ممكن تستغلها باش تزيد لقدام. الطاقه هي تكون دائما محايده، ولكن كتبقى في حنايا كيفاش كنستغلوها وكيفاش كنستعملوها وكيفاش كنشوف. سابع واخر نقطه اللي مهمه بالنسبه ليا واللي نبغي نتكلم عليها في هذا الموضوع، وهي لو مونك دو موتيفاسيون، اولا ما تيكونش عندك التحفيز بما فيه الكفايه. شوفوا لو فيت اننا نكونوا موتيفي لواحد الحاجه راه هو المولد الاساسي لذاك النشاط او لذاك الهدف. دونك الا ما كانش عندك غرض كاع بداك الهدف راه ما غاديش تقدر توصل ليه. كيفاش بغيتي توصل لشي حاجه ويكون عندك النفس الطويل والصبر وتخدم وانت اصلا ما عندكش اصلا مع داك الهدف؟ يعني واش شي حد اخر دارولك في دماغك، واش شي حد اخر دوزولك في الهضره، واش قلتي هذه فكره مزيانه بوركوا با سا مارش با كوم سا. ضروري انك تكون عندك واحد لا موتيفاسيون حتى ولو كانت قليله. يعني حاول تلقى واحد النقاط اللي غادي تكون عاجبك حتى لو لم يكن يعني الشغف ديالك هو داك الهدف، باسكو بزاف ديال الناس مازال ما عارفين الشغف ديالهم. وهذا ماشي معناه انهم ما يخدموا والو، ما غادي يديروا حتى شي حاجه، لا باردون. مهم اننا نعرف واحد النقاط اللي غادي يجيبها لينا داك الهدف واللي غادي تغدي لينا واحد الحاجه كبيره عندنا لداخل باش تخلينا نخدموا عليه. دونك سي تري امبورطون اننا نكونوا اسي موتيفي، ما غاديش نكونوا نقول لكم اون بلان موتيفاسيون باسكو ضروري يكون توازن في كل شيء. دونك غادي تحاولوا تلقاو واحد النقاط اللي غادي تخلي لكم واحد التحفيز اللي غادي يؤدي بكم شويه بشويه لذاك الهدف.